السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي أعزائي، نبدأ حديثنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو من السادة المشاهدين المتابعة واللايك، أرجو زيادة متابعتي ل1000 متابع حتى أبدأ في البث المباشر. أولا بتكلم عن النادي الأهلي. النادي الأهلي ده صدق من سماه أعظم نادي في الكون، بصدق أعظم نادي في الكون، نادي القيم والمبادئ. في رحلة الوداد ورحلة النادي للمغرب كان هناك حاجتين اتعملوا، قمة في إنكار الذات والتواضع. خرج من مصر النادي الأهلي رئيس بعثته حسام غالي، ذلك الشاب الصغير، وكان محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة في المغرب. عندما بدأ الأهلي في استلام الجوائز، الخطيب قال حسام قال للخطيب اتفضل عشان تستلم، تقف على المنصة. قال له لا، انت رئيس البعثة وانت اللي تقف، ولو ربنا اراد ان احنا ما ناخدش البطولة كنت انا اللي هنزل مش انت. هذا انكار ذات. والموقف الثاني نراه في الشناوي لما استلم الميدالية بتاعته، ساب الناس اللي واقفة كلها على المنصة، الضيوف واصحاب النادي وكله، ورجع لمصطفى شوبير ناداله وقال له تعالى، وراح قلع الميدالية وملبسها له وحضنه وتمنى له التوفيق. هذا قمة إنكار الذات. هو ده اللي بنشوفه في الأهلي. عمرنا ما نشوف أي نادي في الدنيا على وجه الأرض، فقط النادي الأهلي أعظم نادي في الكون، نادي القيم والمبادئ. وشكرا والسلام عليكم.